السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل الجبنة السبريد، وهنعمل الجبنة القريش، وهنعمل الجبنة التلاجة، وطبعا الشرش بتاع الجبنة اللي بيتعمل منه احلى معجنات واحلى قرص. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك والاشتراك في القناة عشان الفيديو يوصل لاكبر كمية من الناس، وفي نفس الوقت ان انتوا تشجعوني ان انا انزل فيديوهات ابسط واحلى من كده. زي ما انتم شايفين كده، ادي الجبنه اللي هي السبريد. طبعا انت لو جبتي الجبنه زي كده دي لوحديها كده بتعدي ال 100 جنيه دلوقتي في الاسعار اللي احنا فيها. نبتدي بقى مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى ان احنا نعمل الجبنه مع بعض. طبعا انا جبت 5 كيلو من اللبن. اللبن ده يكون كامل الدسم. يعني ايه؟ يعني يكون من ناس فلاحين جنبيكم، ما يشيلوش الوش منه. طبعا انا جايباه دافي، يعني ايه اللي هو محلوب عليا على طول. ما يكونش متبستر او واخد القشطه بتاعته او اي حاجه من دي، يكون بخيره. طبعا هحط في الحله دي قد 3 كيلو لبن، وفي الطاجن اللي هو الفخار هحط 2 كيلو. هعرفك حاجه بقى، ايه الفرق ما بين الجبنه اللي هي بيبقى ليها وش قشطه، واللي بخيرها. اللي بخيرها دي انا ما بعملهاش وش قشطه خالص. ماشي؟ ليه؟ انا حباها منها، فيها حباها تبقى كلها طعمها زي القشطه. اما لو انت حابه تعملي الوش يكون فيه قشطه، وتعملي القشطه زبده، فانت مش هتحطي منفعه. يعني انا هنا حطيت منفعه وزبادي، لا. لو انت مش عايزه الطريقه دي، عايزه تعمليها بوش، ما تحطيش منفعه. حطي معلقه الزبادي بس، ما تحطيش منفعه. طبعا ليه؟ اول حاجه المنفعه بتخلي القشطه تتفاعل مع اللبن، يعني بيبقى منها فيها فبتطلعش ليها وش، بتبقى مزبده كده. لكن لو انت بقى عايزه لها وش عشان تعملي قشطه او تعملي زبده، فانت ما تحطيش المنفعه اللي انا حطيتها، هتحطي معلقه الزبادي بس، مش هتكتري عن كده. وطبعا تحطيها في مكان دافي. انا هنا شغلت البوتاجاز، دفيت الحله زي ما انتم شايفين كده دفى. يعني بصي هنا بقى هوريكي ازاي تعرفي اللبن كويس ومن مش كويس. شايفه المعلقه؟ شايفه المعلقه؟ يعني بصي كلها بيضه، اللبن فيها ابيض ازاي لحد دلوقتي اهو. بصي كده، هتقلبي معلقه الزبادي. طبعا انا حطيت معلقه منفعه. طب بصي يا حبيبتي بقى، انت هنا هتعملي كل كيلو هتحطي له معلقه منفعه. ماشي؟ انا حطيت معلقه زبادي عشان ترمي معايا جبنه. الزبادي مع المنفعه يرمي معاكي جبنه، ما يرميش ميه كتير. وهوريكي ازاي تعرفي ان اللبن ده كويس من مش كويس. هنا هوريكي بقى حاجه عشان تعرفي اللبن دفي معاكي ولا لا. دلوقتي انا حطيت الطاجن على البوتاجاز. انا بجسس كده، يعني بحس كده منه، لا هنزل صباعي، الصبع الصغير في قلب اللبن. او لو انت عندك ترمومتر بتحاولي تعرفي درجه الحراره، هتنزلي كده بصبعك، تحسيها زي دمعة العين. خلاص كده انت كده خلاص جهزتي اللبن. هتنزلي بقى ايه بمعلقتين المنفعة زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليها بمعلقة الزبادي بس. ايوه انا كده خلاص، هي كده خلاص اتعملت. هنزل بقى عليها بمعلقتين المنفعة. نزلت معلقة، هنزل بقى بمعلقة الزبادي زي ما انتوا شايفين. يعني نص معلقة كده عشان دي اقل من التانية. انا بحط الزبادي عشان يرمي معاكي جبنه، ما ينزلش شرش كتير، وهوريكي ازاي ما نزلش شرش كتير منها. لان دي طبعا زي ما قلت لكم دي بخيرها، يعني مش محتاجه قشطه. بصي بقى هنا، هو ده اللي انا بتكلم فيه. بصي ما نزلش شرش كتير ازاي، شوف الميه ازاي، معلقتين ميه بس. يبقى كده الجبنه بتاعتنا زي الفل ونجحت وبقت زي الفل. تاني حاجه، الجبنه بتسيبيها. يعني انا دلوقتي بدات في الجبنه من الساعه 8 بالليل. 8 بالليل في نفس اليوم اللي بعده. يعني انا النهارده 8 عملتها بالليل، اجي بالليل اعمل الجبنه، مش تاني يوم الصبح، لا. اسيبها يوم، لان احنا في الشتاء وهي بتاخد وقت. ماشي؟ اما لو انت بقى حابه تعملي الجبنه بوش، هتروحي يا ستي مدفيه اللبن عادي زي ما احنا دفيناه، وتحطي معلقه الزبادي. وعلى فكره ممكن تحطي الزبادي لو انت مش حابه تحطي زبادي، دي برضو حاجه ترجعلك براحتك. وتروحي مدفيه الفرن، وتروحي زقه الحله بتاعتك في قلب الفرن. وتاني يوم في نفس الميعاد، بس اهم شيء
الجبنه اللبن تحطيها في مكان محدش يجي جنبيها ولا يهزها عشان ما تنزلش منك ميه كتير. يعني تحطيها في مكان ما فيهاش اطفال، ما تفتحيش ولا تقفلي فيه. يعني دفي الفرن من بالليل وتروحي استني الفرن يدفى كده يبقى دافي، وتروحي ايه حاطه الحله. زي ما انتوا شايفين كده انا رصيت، انا كان عندي حصيره قديمه رحت رص عليها الجبنه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها الملح وقلبتها كويس، وابتدي ان انا اسويها. هفضل اضغط عليها بالحصيره كويس كده لحد ما تبتدي ان هي تنزل ميتها، وفي نفس الوقت بسويها وبحاول ان انا ايه اديها يعني شكل. طبعا بعد ما اعمل كده هروح حطاها في مكان عالي واعلقها. انا هوريكم طريقه لو انت ما عندكيش حصيره اعمليها بالطريقه التانية اللي انا هوريها لك. الجبنه دي بقى كلي منها بقى، دي تبقى حلوه جدا 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 لان هي بخيرها تلمش. زي ما انتوا شفتوا الجبنه زي ما وريتكم ما فيهاش وش، يعني ما فيش قشطه لان انا حاطه لها منفعه. اما لو انت مش هتحطي بقى، انت عايزه لها فيها وش ويبقى ليها قشطه وليها زبده، يبقى ما تحطيش المنفعه خالص. يا دوبك حطيها سيبيها يروب لوحده لتاني يوم بالليل، او تحطي لها معلقه الزبادي وتحطيها ايه تدفي الفرن وتروحي حاطاه. وان شاء الله هعمل لكم الطريقه دي باذن الله. بس عايزه تشجيع وعايزه الفيديو يوصل لايكات حلوه كده ايه تشجعنا ان احنا ننزل بالفيديو الجاي ان شاء الله. وهعمل لكم ان شاء الله طريقه المش ان شاء الله، بس عايزه تشجيع. ادي كده اللي في الطاجن زي ما انتوا شايفينها كده. حطيت انا عندي قماشه اللي هي كان عندي كيس مخده، فطبعا انا كنت بشيله اللي اعمل بيه الكسكسي الحاجات اللي زي كده، وبغسله وبروح شايلاه. زي ما انتم شايفين حطيته في مصفى، ورحت ايه حاطه عليها الجبنه اللي احنا عملناها. هرش عليها ملح. بصي بقى الملح زي ما انت عايزه هتحطي يا ستي، انت عايزه تظبطيها هتحطي للكيلو هتحطي لها معلقه ملح. كيلو اللبن بياخد معلقه ملح ماشي. انا ما حطيتش ملح كتير لان احنا ما بنحبش الملح فيها كتير، يعني بنحبها زي القشطه كده. انا دلوقتي كان باقي حبه من الحله التانية، فافضيهم فيها بقى خلاص، لان انا خلاص كده الحصيره علقتها تنزل ميتها قد 3 ساعات كده، واروح مقطعاها. زي ما انتوا شايفين كده هفضي الجبنه كلها طبعا ميه، بس انا هفضل من وقت للتاني افضل اقلب فيها، هفتحها واقفلها وافتحها واقفلها دي لحد ما تنزل ميتها. يعني ما سبتهاش، المفروض ان انا اسيبها ليله علشان تنزل الميه بتاعتها كلها. بس انا عشان ما كنت مستعجله لان انا كنت طبعا عاملاها من بالليل، فعندي ابني بصراحه ما بيسيبش حاجه في حالها، فبخاف ان هو يروح مبهدل موقع الطاجن على الارض. فايه قلت مش مشكله عادي، احنا كده او كده يعني برصها في طبق ومبيحصلهاش حاجه. طبعا تروح حاطه عليها حاجه تقيله من الفوق علشان خاطر تنزل الميه معاها اللي هي بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده هسيبها بقى تصفى. وادي هنا اوريكم الحصيره مش هلاقيها طبعا، وادي شكل الجبنه بتاعتنا. هقطعها بقى صغيره واوريكم شكلها عامل ازاي. طبعا انا هنا سبتها قد 3 ساعات زي ما انتم شايفين شكلها جميل ازاي، وبتتقطع معانا بسهوله ولا تعبتنا ولا اي حاجه. ما عندكيش حصيره هتعملي الطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي، بس هتسيبيها ليله، يعني هتسيبيها قد 4 ساعات. انا هنا استعجلت فيعني سيبيها براحتها، يعني تاخد براحها. دي انا سبتها 3 ساعات. شوفوا طلعت بخرطتها جميله ازاي. التانية برضه تطلع بخرطتها، بس انا كنت مستعجله فيها لان انا كنت عايزه، يعني كنت خايفه ابني وقع الطبق وكده، وفي نفس الوقت لان انا بحبها ايه يعني زي المكعبات، يعني مش هتفرق كتير. خلاص كده ادي الجبنه القريش بتاعتنا يا حبايبي، شايفين رمت معانا قد ايه. ومش عايزه اقول لك كان طعمها جميله جدا جدا جدا. انا من عادتي ما بحبش الحاجه ايه فيها ملح كتير، بحبها يعني مظبوطه، اللي بحبها زي القشطه كده. شايفين الجبنه اهي. طبعا انا هنا استعجلت، المفروض ان انا ابرمها واروح ايه. انت لو ما عندكيش حصيره هتعملي الطريقه دي. هوريكي زي ما انت شايفه كده. هفضل اسويها. طبعا انا ايديا نظيفه، طبعا ايديكي بتبقى نظيفه علشان تعرفي تتملكي فيها. طبعا المعلقه مش هتجيبي الحروف دي كلها، فانت ايدك اسهل بكتير لان هتمسك فيها عن المعلقه. زي ما انت شايفه كده
اهو بتساوي بايدك عن المعلقة. انا بحاول ان انا ايه ابسطها لكم. هتروحوا مسويينها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا رمت معايا بالواحدة يعني متقطعة يعني بذمة كبيرة جدا عن اللي انا عملتها في الحصيرة. انا المشكلة ان الحصيرة دي اتهرت، فخفت بصراحة تروح موقعة الجبنة كلها، فقلت ان شاء الله ابقى اشتري لي واحدة تانية وابقى اعمل بيها ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. الجبنة القريش والزبدة هنعملها ان شاء الله مع بعض. شايفين اتسوت ازاي اهي. هبتدي بقى ان انا ابرمها خالص زي الرول كده، واروح حطاها على حاجة مسطحة من فوق علشان خاطر تصفي المياه كويس. زي ما انتوا شايفين كده حطيتهم على صينيتين مقلوبين كده. هتنزل بقى المية بتاعتها، طبعا لفتها من الجنب ده ومن الجنب ده. شايفين المية بتنزل ازاي. هسيبها دلوقتي خلاص بقى كده، ونبتدي ان احنا ايه نقطعها مع بعض. ادي كده انا قطعتها. طبعا ما تستعجليش وتعملي زيي، انا هنا قطعتها بسرعة ماشي. طبعا انت لو سبتيها تتقطع معاكي خرطة بخرطتها، يعني مش عايزة اقولك تطلع معاكي 10/10. بس انا بس عشان كنت مستعجلة، علشان بس ابني ما كنت خايفة يشد كل اللي على الرخامة ده يوقعه على الارض اهو. طبعا اللي هتفرول مني هوريكم انا هعمل بيها ايه. هنعمل بيها الجبنة السبريت. طبعا انا مش متضايقة، عادي مش مشكلة، لان احنا ايه الجبنة دي كده او كده يعني انا بقطع حتة صغيرة منها، ما بحطهاش كلها عشان الاولاد ما يبهدلوهاش، فبدي بالطلب. شايفين شكلها جميل ازاي. بصي بقى الحتة دي هتتبهدل منها حتة، همسكها اسويها بايديا عادي مفيش اي مشكلة اهي. مش عايزه اقول لكم والله العظيم كان طعمها يجنن. كفايه انك عامله حاجتك في بيتك ومضمونه، عارفه حاطه فيها ايه، وما بتلاقيش فيها اي حاجه كده ولا كده، لا حاجه نظيفه في بيتنا. عملنا بيها جبنه قريش. الجبنه القريش بكام دلوقتي؟ احسبيها مع نفسك كده وهتلاقي ده الجبنه السبريد اللي احنا عاملينها بس دلوقتي تعمل لها 65 او 75 جنيه. انا مش فاكره بصراحه كانت اخر مره بكام، بس في الغلا اللي احنا فيه ده تعدي. ادي الجبنه شايفين شكلها جميل ازاي ومزبده وحلوه ازاي. خلاص اللي انا المفرولين دولت انا هاخدهم دلوقتي، ونبتدي بقى نعمل مع بعض الجبنه السبريد. زي ما انتم شايفين عندي قد مكعبين الجبنه القريش وحته جبنه نستون وحبه ملح. وبصي اللبن كوبايه الا ربع لبن ماشي. احط حبه ملح واحط حته الجبنه النستون، وانزل بقى بنص كوبايه اللبن، يعني حبه من اللبن. طبعا اللبن ما تحطوش مره واحده عشان هتبتدي ان انت تزودي 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 لحد ما توصلي القوام اللي انت عايزاه. مش عايزه اقول لكم كان طعمها جميل جدا جدا، عجبت الاولاد قوي 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 وكانوا مبسوطين بيها وفرحانين بيها قوي. ب100 جنيه جبت ايه؟ جبت لبن عملت منه 3 انواع جبنه. طبعا ال3 انواع دول انت لو جبتيهم من بره هيعدي معاكي 300 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده ادي الجبنه السبريد خلاص كده. فين التشجيع بقى بتاعكم بقى؟ انا لسه شايفه ناس ما داسوش لايك. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو خلاص كده. هوريكم شكلها. تفضلي تضربي فيها عشان تتقل معاكي. طبعا دي كل ما بتقعد في التلاجة انا ما حطيتلهاش زيت وما حطيتش فيها اي حاجه، هي كده بس. حابه تحطي زيت مفيش اي مشكله. ادي القوام بتاعها يا حبايبي خلاص كده هي تقلت. انا طبعا هحطها هقدمها في الطاجن. شوفي انت الطاجن قد ايه بقى. انت لو جبتي دول من بره هتجيبي دي هتعبي كام كوبايه؟ شايفين قد ايه؟ شايفينها كريمي وجميله ازاي. تعملي حاجاتك في بيتك مضمونه موثوق فيها طعمها حلو. عارفه بتدي اولادك حاجه صافيه مش داخل لها حاجه متبستره، لا ده لبن كامل دسم. فوائده افيد بكتير من ان انت هتجيبي الحاجه دي من بره طبعا، لان الحاجات بتاعت بره بيبقى حاطط لها مواد يعني حافظه وحاجات كتير انتوا عارفينها احنا غنى عنها. طبعا مش عايزه اقولك
والله الاكله الجبنه كانت تحفه تحفه تحفه، هتعجبكم جدا. بس امشوا بالخطوات هتمشي معاكم كل حاجه صح، مفيش حاجه هتبوظ منك خالص. آه الجبنه اللبن هتعمليها يعني من غير بخيرها، مش هتحطي منفعه. حابه تعمليها زي كده، هتحطي في كل كيلو لبن معلقه منفعه، ماشي، ومعلقه ملح في كل كيلو لبن. حباها مش مملحة، يبقى هتحطي نص معلقة ملح. وادي يا حبايبي الجبنة القريش، وادي الجبنة الاسبريد، وادي الجبنة التلاجة بتاعة شهر الكريم، بتاع شهر رمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على شهر رمضان وشهر شعبان. وادي شرش الجبنة. ونيجي بقى اوريكم بقى الجبنة جميلة وكريمي ازاي. بصوا، انا حبيت اوريكم كده، شايفين جميلة ازاي؟ مش عايزة اقول لكم، عجبت الاولاد جدا وهتعجبكم ان شاء الله. جربوا الطريقة مش هتندموا عليها. لو حابين تعملوا نفس الطريقة، امشوا على نفس الخطوات اللي انا قلت لكم عليها. حابة تعمليها كاملة الدسم، هتعملي بالطريقة بتاعتي دي. حابة تعمليها تخلي الوش فيه قشطة، ما تحطيش منفعة، هتحطي معلقة الزبادي. ولو مش عايزة معلقة الزبادي دي عادي، دي حاجة ترجعلك، بس الزبادي بيكثف الجبنة، يعني بيكترها، ما يخليكيش يطلعلك شرش. بس قبل كل ده لازم تتأكدي ان اللبن كامل الدسم. ما تنسوناش بقى بلايك. وادي يا حبايبي الحاجة بتاعتنا اللي احنا عملناها. طبعا الشرش ده اعملي منه احلى معجنات. يا رب تكونوا استفدتوا مني وما كنش ضيفة تقيلة عليكم. وما تنسوناش بقى بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.